شباب مرة تانية مدينة هامبورغ واحد فايت بالسكين بالبانهوف، 12 اشخاص مجروحين ضاربينه بالسكين. ادعوا لي شباب، ادخيل قلبكم ادعوا لي بس ما يطلع سوري. لا هلا ما مسكوا واحد بمدينة هامبورغ بالبانهوف فايت فيهم بالسكين، 12 اشخاص جرحينهم. 12 اشخاص، تقولوا 12. هالمرة اذا يطلع سوري والله راح يسافرونا اللي معه جنسية، مو اللي معه اقامة، اللي معه جنسية راح يسافرونا. ابوس روحكم ادعونا، بس ادعونا اقول ما يطلع سوري، خلي يطلع امريكي، يطلع وين ما كان بس ما يطلع سوري. لانه اذا طلع، اذا ينمسك ويطلع سوري والله يسافرونا، راح يسافرونا اذا كان معنا جنسيه، اللي معه جنسيه راح يسافرونا. ادونا ابوس روحكم مره ثانيه، يعني لسه ما صار اسبوع هذاك راح، ما صار اسبوع 12 اشخاص ضاربينهم بالسكين، كله يعني 3 يعني احتمال يموتوا، كثير مجروحين. ادعونا بس ما يطلع سوري، ابوس روحكم ادعونا والله راح يسافرونا اللي معه جنسيه. عاجل يا جماعة، من شوي بمحطة قطارات هامبورغ عملية طعن كبيرة راح ضحيتها 12 جريح و3 منهم بحالة خطرة جدا. بعض المصادر وشهود عيان وقنوات إعلامية أيضا عم تقول إنه امرأة اللي قامت بعملية الطعن، وبعض المصادر عم تقول رجل اللي قام بهذا الموضوع. الناس اللي كانت متواجدة بمحطة قطارات هامبورغ منذ قليل تحديدا الساعة 6 قالت إنه المهاجم سحب السكين بشكل مفاجئ وسريع، وبعدها صارت حالة هستيريا والعالم صارت تركض. حاليا متواجدة الشرطة والإسعاف هنيك وعم يتم التحقيق ليعرفوا شو دوافع هذا الحادث وعمليات الطعن اللي صارت متكررة كتير بالفترة الأخيرة بألمانيا. رح نوافيكم بكل المعلومات والتطورات على هاي القناة لحتى تعرفوا كل التفاصيل أول بأول. اضغطوا على زر المتابعة. تضلوا بألف خير أصدقائي، وسلام. شباب هيا جينا على جوب سنتر، بدنا نسلم عقد البيت للجوب سنتر. اذا جوب سنتر يعطينا موافقه ان شاء الله راس الشهر رح نروح على البيت الجديد. ادعوا لنا ابوس روحكم، خليكم معي، خليني اروح وارجع. شباب هيا اخذنا عقد البيت للجوب سنتر، وبس قال رح نبعث لك بوست. بتعرف هون الماني يعني مستحيل يعطيك موافقه مباشره، يعني مستحيل ماشيك فورا. قال روح ونعطيك بوست. قلت له مستعجل ما ضل شيء راش الشهر. قال والله لازم ندرسها. قلت له بدكم تدرسوها ادرسوها، ادعوا لنا بلكي يعطينا البيت ونخلص من هالشغله يا زلمه. والله العظيم قلنا صار لي ساعه عم بناقشه، عم قلت له يعني مستعجلين او صاحب البيت مشان ما يعطيه حدا. قال لا خلص روح استنى البوست. هون يعني شو ما بدك تساوي، يعني اذا انت بدك تموت بده يقول لك روح على السنه بوست. هون هيك المانيا، اذا بدك عم تموت عم تموت تروح على اي اذا بتروح على الدكتور بقول لك روح بعطيك بدون موعد ما بتجي. يعني انا اتوقع اولادي يعني مردانين، رحت على الدكتور قال روح استنى دورة. يعني شو يعني اذا بموتوا اولاد بعدين نجي على الدكتور؟ هون كله المانيا هيك.